لكن أنتقل للدكتور حسام شاكر عضو المكتب الإعلامي لجامعة الأزهر. مساء الخير يا دكتور. دكتور حسام. اتفضلي مع حضرتك. دكتور حسام، يعني مساء الخير عليك، وأسألك عن الأحوال داخل جامعة الأزهر إلى أي مدى وصلت؟ يعني الأحوال بصراحة صعبة. يعني فوجئنا اليوم بعدد من الطلاب، وفوجئنا بعد فترة بضرب خرطوش واقتحام لمبنى الجامعة. الأمن طبعا الأمن المدني قام علشان تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه، لكن خراطيم المياه لم تكن كافية، لأن يعني فوجئنا أن في أفراد كثيرة معهم خرطوش ودخلوا اقتحموا المبنى الإداري بتاع الجامعة وألقوا ببعض المستندات وأخذوا بعض منها، وما زلنا في داخل مبنى الجامعة. يعني كان في خرطوش مع الطلبة اللي دخلت اقتحمت المبنى الإداري؟ نعم، وأنا سمعت، يعني نحن سمعنا في الداخل بطلقات الخرطوش، وسمعنا بتكسير الزجاج وتكسير نقب الحائط اللي هو الباب الرئيسي بتاع المبنى الإداري للجامعة. ويعني كان شيء لا يدل على أن هؤلاء طلاب تعليم. طيب، في إصابات يا دكتور جراء استخدام الخرطوش؟ في حد اتصاب من الأعضاء المكتب الإداري أو الطلبة؟ طبعا، لأن في حالة زعرم في داخل المبنى الإداري، فأنا سمعت أن في أحد الأفراد أصيب، يعني لا أعرف إذا أصيب بطلقة خرطوش أو أصيب عن طريق يعني ضرب الحجارة من بعض الطلاب. طب الدراسة حاليا يعني ممكن يعني قد يعني نوافيكم بالاخبار في نهايه اليوم، لان يعني الوقت صعب. في واضح انه اليوم هيكون طويل ومليان تطورات. طيب الدراسة يا دكتور، يعني الى اي مدى هي معطلة؟ لانه على مدى الايام الماضية مهما كانت في تظاهرات او احتجاجات كانت الدراسة بتكون بشكل يعني ماشية بشكل طبيعي. النهارده الوضع مختلف؟ في بعض الكليات منتظمة، ويعني في قطاع الدراسة في انتظام بصورة مستمرة، وقطاع مدينة ناصر هذه المظاهرات قد تسبب بعض المشاكل من خلال ضجيج الأصوات للمحاضرات داخل القاعات الدراسية. يعني الدراسة يعني متوقفة في الوقت الحالي في بعض الأجزاء، ولا نية لتعليق الدراسة. والمجلس الأعلى للأزهر البارحة قد أقر بأنه لا نية إطلاقا لتعليق الدراسة في جامعة الأزهر. تمام، ده بشكل رسمي أكيد، لكن هل بشكل اضطراري نتيجة للأحداث الدراسة حاليا معطلة؟ يعني لأنه ما ينفعش تسير بشكل طبيعي؟ لا، الدراسة تعمل يعني هو مهما كان، فيعني هذا العدد لا يتناسب مع العدد الطبيعي للجامعة. يعني المحيط الذي نتحدث عنه به أكثر من 13 كلية فيها أكثر من 120,000 طالب. نعم. مهما يخرج يعني إذا 5,000 أو 10,000 فلا يمثل العدد الكلي للطلاب. هل ما زال مكتب دكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر محاصر حتى الآن؟ يا سيدتي، المبنى الإداري كله محاصر. يعني ليس المبنى رئيس الجامعة، ليست مكتب رئيس الجامعة فقط. لكن بس حصل اقتحام بيقولوا للمبنى الإداري، يعني دخلوا داخل المبنى نفسه. حصل اقتحام. وتم تكسير بعض الحوائط والنوافذ. وصلوا لمحيط مكتب رئيس الجامعة نفسه؟ رئيس الجامعة موجود داخل، وقمنا بصلاة الظهر، ويعني أقسم أنه يعني لن يتحرك حتى يكون الجميع في مأمن، وإذا حدث أي وقائع فسيموت مع الجميع. يعني لن يخرج لوحده ويترك البقية.